لو كنتوا فاكرين ان كل اللي بتشوفوه في الافلام من قصص مرعبة وارواح وجن هي خيال، يبقى لازم تشوفوا اللي هحكيه لكم النهارده هنتكلم عن قصص حقيقية حصلت مع بعض من اشهر الفنانين المصريين، من عمر خورشيد والجن اللي كان مسيطر عليه، لشيرين عبد الوهاب اللي عاشت مع الجن في بيتها لسنين، وحورية فرغلي اللي كان الجن متعلق بيها لدرجة ان هي ما قدرتش تسيبه، لحد امير كرارة اللي مر بتجربة مش هتصدقها، وعزت ابو عوف اللي كان ساكن في فيلا مسكونة. وكل ده كان مجرد بداية، لكن هل هم فعلا كانوا عايشين في وسط جن ولا في حاجة تانية تفسر كل ده؟ تابعوا معايا الفيديو ده عشان تعرفوا كل التفاصيل وتكتشفوا اسرار كانت مخفية عنكم. معاكم عمر، ولا نبدأ الحلقة. في يوم من الايام عمر خورشيد نجم الجيتار اللي الكل كان بيحبه كان قاعد في شقته لوحده في مكان هادي جدا ومفيش اي صوت، بس فجأة الكهرباء قطعت، فجاب شموع وبدأ ينور بيها المكان نور ضعيف. لكن الغريب بقى اللي يحصل، كل ما يولع شمعة تطفي لوحدها. عمر استغرب جدا بس ما خدش الموضوع على انه حاجة مرعبة، بالعكس ده كان بيقول لنفسه ايه يا عم، هو في عفاريت هنا ولا ايه؟ وساعتها حصلت المفاجأة، سمع صوت واضح بيقول له ايوه انا هنا. عمر اتجمد في مكانه لان الصوت كان حقيقي ومش شبه اي صوت بشري. بدأ يحس برعب مش طبيعي، بس الغريب انه ساعتها ما حاولش يجري، حس بحاجة بتشده في مكانه كأن في قوة بتجبره يفضل. بعدها بقى الصوت ده بدأ يجيله كل يوم تقريبا، ونفس الكيان بدأ يظهر له في صورة شبه بشرية بس مش كاملة، كأنها ضبابية كده، وقال له انا مش جاي اذيك، انا بحبك وعايز اقعد معاك. عمر كان في الاول مرعوب بس مع الوقت بدأ يتعود، نقدر نقول كده بقوا اصحاب. ايوه بجد زي ما بقول لك كده، الجن ده اللي قال له بعد كده ان هو كان اسمه امين، وبقى يحكي له اسرار ويقول له حاجات من مستقبله وينبهه من الناس اللي حواليه. بس في مره من المرات الجن ده قال حاجه مرعبه جدا، قال له انا مش هسيبك بس خلي بالك موتك هيكون قريب ودمك هيملى الاسفلت. عمر خورشيد ضحك وقتها وقال له بتهزر، ده حتى تبقى نكته بايخه. بعدها بدأ في حاجات غريبه بتحصل معاه، زي الابواب بيكون قافلها كويس ويصحى يلاقيها مفتوحه، وصورته كانت بتقع من على الحيطه لوحدها. حتى الاجهزه الكهربائيه كانت بتشتغل وتفصل من غير سبب، وكان ساعات بيسمع صوت موسيقى الجيتار وهو نايم رغم ان كل حاجه كانت مقفوله. بس بعد فتره قصيره جدا التنبؤ يتحقق، عمر خورشيد فعلا يموت في حادثه غريبه جدا، ومات بنفس الطريقه اللي امين حذره منها. رقبته اتقطعت تقريبا وكان في دم كتير على الارض. واللي يرعبك اكتر ايه بقى، ان كان في بعض من الناس اللي كانوا عايشين القصه اكدوا ان عمر خورشيد قال لهم قبلها انه حاسس انه هيموت، وبقى بيحاول يصلي اكتر ويقرب من ربنا كانه بيودع. وبعد وفاته ناس كتير قالت ان في حاجات مش مفهومه في موته، وبعضهم صدق فعلا ان كان في كيان غريب بيتدخل في حياته. بس لو انت فاكر حادثه عمر خورشيد دي حاجه مرعبه، عاوز اقول لك ان ده مش اول واحد مشهور يحصل له كده، في ناس كتير قوي غيره. واحد من الناس دي هو الفنان الكبير عزت ابو عوف، والقصه دي حصلت له بجد لما كان لسه شاب صغير وعايش مع اسرته، وكانوا واخدين فيلا قديمه في الزمالك كانت بتشوف حاجات تخلي الحجر يصرخ. الفيلا دي اصلا كان ساكن فيها زمان واحد اسمه سلفادور شيكوريل، وده كان رجل اعمال يهودي اتقتل جوه البيت ده بطريقه بشعه جدا، واللي قتله مش معروف لحد النهارده. وبعد ما الراجل ده اتقتل محدش طول في الفيلا دي لحد ما جت عيله عزت ابو عوف وسكنت فيها. في بدايه الامر كله كان هادي، بس بعد اسبوعين بدات تحصل حاجات غريبه. عزت ابو عوف كانت اول حد يحس ان في حاجه مش طبيعيه بتحصل. كانت بتصحى بالليل على صوت خطوات حد ماشي في البيت، مش خطوات عاديه، لا دي خطوات بطيئه وتقيله كانك بتزحف كده، وكأن في كائن مش عايزك تعرف هو مين بس بيقرب. وفي مره من المرات وهي نايمه في اوضتها حست بحد بيتنفس جنب ودنها، مش مجرد صوت، لا ده نفس سخن وقريب قوي. ده اللي خلاها تقوم مفزوعه وتفتح النور، بس ما كانش فيه اي حاجه. واللي زاد الموضوع رعب ان في يوم من الايام اخته مها كانت قاعده في الاوضه لوحدها، فجاه لقت واحد واقف في اخر الممر، راجل طويل كده وكان لابس بدله بس وشه ما كانش واضح. ده اللي خلاها تفكر ان هو ابوها، بس لما ندهت عليه اختفى، راح كده زي الهوا. ولما وصفت اللي شافته لمامتها، الام اتجمدت في مكانها وقالت لها ده شيكوريل، انا شفته قبل كده. وكل يوم بيعدي الفيلا دي كانت بتتحول لحاجه شبه الكابوس، الانوار كانت بتطفي لوحدها، الابواب تفتح وتقفل من غير سبب، وكانوا بيسمعوا اصوات ناس بتتكلم بس مفيش ولا بني ادم كان في البيت. عزت ابو عوف نفسه كان بيقول كنت بخش البيت احس اني مش لوحدي، كنت بحس ان في عينين بتبص عليا من كل حته، وكنت بسمع صوت بيهمس باسمي ورا ظهري. الغريب بقى ايه، ان رغم الرعب ده كله ما كانوش قادرين يسيبوا الفيلا، كأن في حاجه ماسكاهم بتشدهم وبتمنعهم ان هم يمشوا. جربوا بقى يجيبوا شيوخ وجربوا يجيبوا ميه مقروء عليها قرآن،
تقريبا جربوا كل حاجة، بس الكيان ده ما كانش ناوي يمشي، ويوم عن يوم الرعب كان بيزيد لحد ما اخيرا سابوا الفيلا كلها ومشيوا ومحدش رجع لها تاني. ولحد دلوقتي في بعض الناس بتقول ان الفيلا دي مسكونة، وان روح شكوريل لسه موجودة هناك، وان الراجل ده برضه مش عايز يسيب بيته ولا اللي دخلوا بيته. بس ده كله ما كانش جن مؤذي، بس اللي كان بيحصل مع الفنانة مشيرة اسماعيل كان فعلا مؤذي. مشيرة اسماعيل كانت في قمة شهرتها، جميلة وموهوبة والكل بيحبها، واتجوزت الفنان علي الحجار وبدأوا حياتهم في بيت جديد متوضب. لكن من اول يوم كانت بتحس بحاجة غريبة في البيت، مش مجرد احساس، كانت بتحس انها مش لوحدها، وان في عينين دايما بتبص عليها من الضلمة، وكل ما كانت تمشي من البيت تحس ان في حد وراها، بس لما تبص تلاقي مفيش اي حاجة. الموضوع هنا بقى بدأ يزيد وبقى في حاجات كتير مش مفهومة بتحصل. الانوار بتطفي لوحدها وتشتغل، بوتاجاز يشتغل لوحده من غير ما حد يلمسه، تسمع اصوات همس جايه من اوضه فاضيه. وفي يوم من الايام مشيره كانت قاعده لوحدها في الصالون، سمعت صوت حد كان ماشي في الممر، افتكرت ان علي الحجار رجع من بره، فقامت تبص تشوفه، لكن اللي شافته بقى كان صادم. كان في ست غريبه واقفه، ملامحها مش واضحه، لابسه فستان ابيض وشعرها طويل، وكانت بتبص لها نظرات جامده، نظره تحدي، كانها بتقول لها انت دخيله علينا او البيت ده مش بتاعك. مشيره اتجمدت في مكانها، بس لما فاقت صرخت جامد، واللي يرعبك بقى ان الست اختفت من قدامها. ومن هنا برضو بدات تفهم ان اللي كان بيحصل ده مش طبيعي، وان في روح او كيان موجود معاهم في البيت. بس الغريب بقى انه ما كانش بيأذيها، كان واضح جدا انه بيغير عليها. ايوه بيغير عليها من جوزها، وفي كل مره كان يقرب منها كانت تحصل مصيبه، مره الكهرباء تقطع، مرة تحصل حرائق بسيطة في المطبخ، ومرة لقيت الباب مقفول عليهم ومفيش مفتاح، كأن الكيان ده بيحاول يبعدهم عن بعض. مشيرة هنا بدأت تحس ان في حاجة بتحبها ومش عايزاها تكون مع حد تاني. جابت شيوخ وجربت تقرأ قرآن بصوت عالي، بس الوضع ما كانش بيتغير، والكيان ده كان متعلق بيها جدا وما كانش ناوي يسيبها. وبرضه في الاخر ما قدروش يكملوا في البيت ده، وكان من ضمن الاسباب اللي خلت مشيرة وعلي ينفصلوا من بعض هو الموضوع ده. وفي ناس كتير كانت بتقول ان في جن عاشق بيمسك في الانسان وبيبقى مش قادر يسيبه، وبيحاول يبعد اي حد عنه حتى لو كان شريك حياته. طب نسأل بقى سؤال، ممكن الجن ده يبقى معاك في البيت وتعيشوا كأنكم صحاب؟ ايوه زي ما سمعت كده، في بيوت تانية مش بس العفاريت اللي فيها، لكن بيعيشوا زيهم زي البشر كأنهم صحاب. وشيرين عبد الوهاب كانت واحدة من الناس دي، اللي مش بس سمعت عن الجن، لا ده جربتهم في حياتها، واللي حصل معاها كان غريب جدا مش زي اي حد تاني. وبدأت القصة دي بعد فترة من انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وشيرين كانت في بيتها لوحدها، بس كان في حاجة غريبة بتحصل كل يوم. الأنوار كانت بتطفي وتشتغل لوحدها، الحاجات بتختفي من مكانها وتروح مكان تاني. مش بس كده، كانت بتسمع أصوات ناس بتنادي عليها وكأن حد بيهمس في ودنها. وفي مرة من المرات وهي قاعدة لوحدها في الصالون سمعت حد بينادي عليها بصوت خفيف، بدون ما تفكر ردت عليه السلام وقالت وعليكم السلام. مفيش حد قدامها ولا في حاجة حوالين البيت، لكن الصوت رجع تاني وقال لها انا هنا يا شيرين. الجو في البيت كان هادي، لكن شيرين كانت حاسة ان في حاجة مش مظبوطة. الأغرب من كده ايه؟ ان الحاجات اللي كانت بتضيع منها كانت بترجع لمكانها بعد كام ساعة، زي ما يكون في حد كان واخدها وبيرجعها مكانها. مش بس كده، كان في أصوات خفيفة من أماكن في البيت كأن حد واقف جنبها، لكن أول ما تدور وشها تلاقي المكان فاضي. شيء غريب جدا صح؟ لكن شيرين ما كانتش بتخاف، بالعكس ده كانت بتعتبره زيارة من ضيوفها، وكانت دايما بتقول لنفسها العفاريت دي مش هيعملوا معايا حاجة، ده احنا زي الصحاب. وطبعا زي أي حد لما يحصل معاه حاجة زي كده كان بيكلم حد يثق فيه. الغريب بقى إن هي تقبلت الموضوع دوت، وكان زي ما يكون جزء من حياتها، وقالت أنا مش لوحدي في البيت، في حاجات معايا، لكن كده كده مش هعمل لهم حاجة. اللي ضاعف الرعب في الموضوع ده بقى إن شيرين كانت مش عايزة تصدق، لكن كل حاجة كانت بتحصل قدام عينيها، والحاجات اللي بتختفي والأصوات والأماكن اللي بتكون مش واضحة، كل ده كان بيخليها تتأكد إن في حاجة غريبة موجودة معاها في نفس المكان. وفي النهاية الجن ده كان زي صاحب ليها، نقدر نقول كده يعني، بس في النهاية ما كانش في حاجة واضحة. وهل ده كله كان مجرد توهمات ولا في حاجة فعلا كانت في بيت شيرين؟ اللي معروف إن شيرين لحد دلوقتي بتتكلم عن الموضوع ده، وكانت دايما بتحكي عنه كأنه جزء من حياتها. بس السؤال الأكبر بقى، هل كلنا ممكن نعيش مع أصحاب من عالم تاني من غير ما نعرف؟ وهل الجن فعلا ممكن يكون جزء من حياتنا زي ما حصل مع شيرين؟ طب لو هم عايشين في نفس البيت مكانهم بيكون فين؟ في بعض الناس بتقول انهم بيبقوا عايشين قريب من سقف البيوت. ولا اقول لك تعال احكي لك قصه حوريه فرغالي ممكن تساعدنا شويه. مرت حوريه فرغالي بكام تجربه غريبه جدا، لدرجه انها كانت بتشوف حاجات وتسمع حاجات ما كانتش تعرف تفسرها. لكن الحكايه اللي هحكيها لك دي حصلت في وقت كانت هي فيه بتعيش في فيلا بعيد عن الناس، وفي وسط الليل بدات تحصل حاجات غريبه ممكن ما تصدقهاش. حوريه فرغالي كانت في اول
اول ايامها في المكان ده بدات تحس بحاجه مش عاديه، كأن في حاجه بتحصل حوالين البيت. الابواب بتفتح لوحدها من غير ما حد يلمسها، والانوار برضو كانت بتطفي وتنور لوحدها، كأن في حاجه بتتحكم في المكان. في بدايه الامر ما كانتش مهتمه، كانت فاكره دي مجرد توهمات او مشاكل في الكهرباء. لكن مع مرور الايام بدات تحس ان في حاجه مش تمام. وفي يوم من الايام وهي قاعده لوحدها في اوضتها سمعت صوت غريب بيهمس في ودنها. حاولت تركز اكتر، ولما جت تبص لقيت مفيش حد قدامها. حست ان الصوت ده كان جاي من جوه جدران البيت، كأن في حد بيكلمها من جوه الحيطه. بدات تشوف حاجات غريبه جدا حوالين البيت. الحاجات بتاعتها كانت بتضيع وبتظهر في اماكن تانية من غير تفسير، زي ما يكون في روح او كائن ممكن ينقل الحاجه من مكانها بدون ما تلاحظ. اللي صدمها اكتر انه في يوم وهي ماشيه في ممر حست بشيء غريب بيقرب منها. مرت لحظه قصيره جدا لكنها حست انها مش لوحدها، ولما حاولت تركز او تجيب اي تفسير الاحساس ده كان بيزيد. حوريه كانت خايفه لكن في نفس الوقت بدات تلاحظ حاجه مش مفهومه. كانت بتسمع همسات كأن في حد دايما بيتكلم من ورا ظهرها، وهنا بدات تتاكد ان في شيء مش بشري عايز يكون معاها. وفي يوم قررت تروح عند شيخ عشان يحل المشكله. وفعلا الشيخ ده بعد ما شاف المكان قال لها جمله غريبه جدا. قال لها ان الجن ده مش جاي يأذيك، الجن ده بيحبك. وقالت حوريه ان الشيخ ده قال لها ان ده جن عاشق ومش قادر يسيبها. وهنا هي برضو ما كانتش قادره تفهم ان ازاي ممكن الجن يحبها، لكن كان بيظهر لها في صور خفيه، يسحب حاجات من مكان لمكان، وكان بيسيب وراه احساس غريب مش قادرين يفسروه. حتى بعد ده كله الجن مش عايز يسيبها، ولما كانت بتحاول تبعد عن المكان ده كان بيظهر لها ويعمل حاجات تانية، كأن الجن ده كان عنده قوة ان هو يجذب اي حاجة ويقرب منها بأي طريقة. حورية فرغالي لحد النهاردة مش قادرة تفسر الموضوع ده ايه، لكن المؤكد ان هي مش هتقدر تنسى اي حاجة من اللي حصل ده. الجن كان بيظهر للفنانين البنات في صورة جن عاشق، لكن لما قرر يظهر لراجل زي أمير كرارة كان هيموته، وساب على وشه أثر كمل معاه باقي عمره. في يوم من الأيام كان الفنان أمير كرارة ماشي في شارع مظلم مشهور، وكان الشارع ده معروف باسم شارع الوحوش، والشارع ده برضه كان معروف بقلة الناس اللي بتمشي فيه وان الضلمة على طول مغطياه. واثناء ما هو ماشي فجأة سمع صوت خطوات ورا ظهره زي حد يكون ماشي وراه، وكان لما بيلتفت ما كانش في حد قدامه، بس استمر الصوت ده لفترة لحد ما أمير كرارة حس بحاجة غريبة كأن في حد بيطارده. المفاجأة الأكبر كانت لما أمير اتعرض لضربة على راسه زي ما يكون حد ضربه بشاكوش أو مطرقة. الضربة كانت قوية جدا والدم بدأ ينزل منه. اتجه بسرعة لأقرب مستشفى عشان يحاولوا يشوفوا الجرح او يتعالج منه حاجه زي كده. دخل المستشفى اللي كانت في نفس الشارع وخيط الجرح عادي جدا. بس الصدمه فين بقى؟ الصدمه بقى انه اكتشف ان المستشفى دي اصلا كانت مقفوله ومهجوره بقالها 20 سنه، وما كانش فيه اي تفسير منطقي للي حصل. ده خلاه يسال هل كل دي تجربه مع الجن؟ القصه دي رواها امير كرارة بنفسه في لقاء تلفزيوني، وقالوا ان مش قادر ينسى اللي حصل له، ولحد دلوقتي مش فاهم ده حصل ازاي. متنساش بقى انت تشترك في القناة عشان كل اسبوع هنكشف لك سر من الاسرار المرعبة الجديدة وحكايات مش هتلاقوها في اي مكان تاني. دوس على زرار الجرس عشان تعرف اول ما يجي فيديو جديد، وتأكد انك مش هتفوت اي قصة او لغز مرعب. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.